السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. صحينا من نومنا، صلينا، عملنا الكلمن، روقت حواليا، طلعت لطيرنا، مش عارفه ايه، عملت كذا حاجه كده. وقلت ايه، كنت اعمل قرصتين، قلت اعجنهم وبعد كده ادخل على المطبخ. قلت لا، اما ادخل على المطبخ الاول واروقه على اساس اللي يقف يبقى نضيف، وبعد كده نقعد ايه، ندخل بقى ونعجن براحتنا. كانت عامله حتتين لحمه امبارح كده، ابو الجيش كان تعب شويه وداخ ومش عارفه ايه. كنت عندي اكل، كنت هسخنه مكرونه رز بسمتي، حتتين فراخ. قال لي لا اعملي حتتين لحمه، عملت حتتين. وقلت بقى الصبح كده نسخن الشوربه على ما نروق الحوض بتاعنا، والحمد لله سخنت نروق حوضنا ونروق بوتاجازنا ونشوف هنعمل ايه بقى. الله المستعان. اول ما بنصحى من النوم كده توكلنا على الله. غسلنا بقى المواعين ومش عارفه ايه. انا قلت ندخل على البوتاجاز. انا عامله خلطه حلوه قوي للبوتاجاز، حاطه فيها مزيل دهون، حاطه فيها خل، حاطه فيها مواعين، صابون مواعين. ولما باجي اغسله بقوم حطوهم، بس للاسف النهارده مستعجله وبقيت بشيل العيون كده واقوم غسلها غسله حلوه. وعاوزين نشيل بقى الورقة ديت ونجيب ورقة غيرها ونظبط الدنيا كده. كل حاجة بتيجي مع الوقت، مش لازم أنا اخنق نفسي، مش لازم ازنق نفسي، لا والله العظيم كل حاجة بتيجي مع الوقت. اعملها بالسلكة بس ونشفها بقماشة ناشفة خالص. يعني مثلا الحاجات دي ما كانتش عندي، كانت عندي بقى الحاجات حاجة بلاستيك كده بقى لها عمر عندي، يعني 14 15 سنة كده. فامبارح جايبة ديت، مش فاكرة امبارح كانت ب10 أو 20. قبل كده يعني حاجة رفايع كده اللي هي بسبعينية، مش عارفة ايه. يعني مش لازم انا اخنق نفسي، والناس اللي بتقول بتقبض مش بتقبض، يا رب تقبضوا قبضي. انا لسه والله العظيم لسه لغايه دلوقتي محققتش شروط اليوتيوب. لازم أن تكونوا عارفين اللي عاوز يدخل اليوتيوب يبقى فيه شروط معينة تتعديها ادخلي تمام. يعني الله المستعان، ربنا معايا ويعني. الكاميرا تثبت معايا لان مش عارفه اظبطها خالص لغايه دلوقتي، بتبان حاجه غامقه. يلا خير بقى. اعمل البوتاجاز وبعد كده ابقى اطوق الحوض بتاعي. غسلته كده او طوقته زي ما انتوا بتقولوا بسلكه ناشفه خالص، وهجيب بقى قماشه. قاعده اقول ايه اللي بغامق في البوتاجاز، الاقي خيال التليفون. هجيب قماشه بقى ونعمله ونحط ايه السندات بتاعته. قماشه اهيت مخصصاها للبوتاجاز، حتى والله حطاها على اللهم صل على سيدنا محمد، على الحامل بتاع غسيل الغاز. ناشفه خالص ما فيهاش اي حاجه، يعني انا عملتها بسلكه ناشفه. طبعا انا النهارده حته ورايا دنيا. ابو روجي كان في الارض، رنات عليه انت فين، قال انا في الغيط. اعملي لقمه على ميدي. طبعا عملت لقمه كده على السريع، حته جبنه مع بضايه مع حلاوه مع طماطمتين، وقمت مسخنه عيش. يعني حاجه بسيطه الحمد لله. ربنا يجعل بيوتنا مستوره وعمره زي ما بنقول، او عمرونه. جايبه كده كنكه، حطيت فيها كيس الخميره، خميره فوريه مش خميره بيره. هنحط بقى اللهم صل على النبي لكل كيلو دقيق 4 معالق سكر او 3 على حسب. خليهم 4 معالق حلوين قوي. انا كنت الاول بعملها كل كيلو دقيق 3 معالق سكر. هنعمل بقى 4 معالق سكر، ونحط الميه ونقلب ونسيح السمنه مع الزيت. عملنا الخميره وجهزنا السمنه مع الزيت عشان احطهم على البوتاجاز شويه على ما ندخل الحاجه بتاعتي. كنت مطلعه لبن امبارح، قلت نشربه حتى مقطع باين خالص اهو. لقيته بيقطع، قلت والله لا عامله قرصتين. يعني انا بقالي كام يوم كده عاوزه اعمل بس مكسله، وطلعت كيس تكمله لو احتجت طبعا هنكمل بميه. وهنا كنت بعت ريتاج كده، جابت لي علبتين زبادي. عندي كيس بيكنج باودر، هاخد منه شويه لان ايه، كنت انا واخده منه شويه قبل كده، هحط الباقي اللي فيه، ولو احتجت برضو شكلي هحتاج شويه اخد من كيس تاني. ومن السمنه ساحت ندفع عليها. بروجي قال لي اعملي لي شاي، جه فطر بقى وقال لي يلا جهزي الشاي. اكني ب50 ايد مش فاهمه. انا مش فاهمه يعني. ممكن بتهيألي ان احنا لنا 50 ايد، 50 ورجاله 2. دخلت الدقيق في صينيه كبيره وقمت حطاه في الطبق. نحط بقى ذره ملح بسيطه كده، وبعد كده ننزل بالبيكنج باودر والسمنه. حاجه بسيطه من الملح خالص. فتحت كيس
قلت بدل ما ناخد نص من هنا ونص من هنا، لا، ما احنا ناخد كيس مقفول. نحط كده ونقلب الدقيق على الناشف. قلبت الدقيق كده تقليبه حلوه. نحط بقى السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح بقى علبة الزبادي كده ونحط. عاوزة معلقة. استنوا اما اجيب معلقة. معلقة الخميرة. فتحت العلبة الثانية. نعجن بقى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت انا بروح اجيب التموين مثلا والاقي الكيس دي استرالي، اقوم جايبه كيس في كيس واحوشه هنا للكيكه، بتاع اللهم صل على النبي، قرصايه مش عارفه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى بالخميره بتاعتنا. طبعا حطينا السكر والميه والخميره. اصبروا عشان ما نحتاجش ايه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. عجنت العجينه ما شاء الله، ايه طالعه ما فيهاش اي حاجه خالص. نسيبها تخمر بقى. قلت لها تعالي نزلي اللبن، وقعتهولي ربنا يهديها، بهدلت للدنيا. نلم الحاجه حواليا ونعمل الرز انا والحاجه تخمر. خدت حته عجوه صغيره بس سايباها بتاعه السمنه، واعمل الباقي ساده او بجبنه. جبت بصلايه وقطعتها حتت صغيره كده وحطيت لها السمنه. اسيبها بقى ايه تصفر على البوتاجاز. مش عاوزه البصله زياده عن كده، حاجه بسيطه بس كده في السمنه. وانزل بقى بالطماطمايه، شويه طماطم ضربينهم في الخلاط. جبنه شطه خضراء قطعتها كده، وهنزل بمكعب مرق الدجاج، ونحط شويه السكر وشويه كزبره وحلوه قوي كده، ونقوم نازلين بالبسله. نزلت طبعا بالبسله وهي نص فكه كده. الحاجه المجمده ما بتسيبهاش على ما تفك. الملوخيه بحطها وهي متلجه. نروح ننقي الرز بتاعنا. حاطه ميه على البوتاجاز تغلي بدل الكتل اللي باظ مننا.
زودت البسلة شوية شوربة، وان مية الرز غليت ندفع عليها بقى. جبت بقى الحلة لازم نبوظها من فشار، مهما تغسلي ما تبانش عليها. حطيت سمنة وحطيت كسر الكاميرا دي والله. حطيت سمنة وحطيت زيت ونزلت بشعرية وغطى عليها على ما اكمل غسيل الرز. برطمان السمنة خلص. طبعا انا معوداكم ان انا بحط في برطمانات اللي هي بتاع النوتيلا، اي جبنة كده. يلا نكمل غسيل. الشعرية بتاعتنا اصفرت، ننزل بقى بالرز والملح. وطبعا حطيت شوية ملح بسيط خالص البسلة في التسوية، ولما تستوي نحط لها ملحها وكمون. نحط الرز، حطينا ملحنا وقلبنا تقليبه. هناخد بقى كبشتين شوربة ونكمل بالمية السخنة. زودنا الشوربة، زودنا الرز شوربة ومية سخنة، نغطي عليه ولما يغلي نغطي عليه خالص. نروح بقى نقرص الحاجة بتاعتنا. نقرص. انا مقرصة شوية طبعا، بتلم جوه. حتة تانية كمان اهيت. ممكن لو عندك قطاعة بدل التقريص بالايد اهيت. ده اللي انا مقرصاهم معاكم دلوقتي. وكنت انا مقرصه شويه دي، عامله واحده صغيره على اساس ان انا اعرف ان انا بدات من هنا ابدا بيها. قعدت تساعدني. بصي بنعمل عليها من بره ونخبزهم كده الوسط ونحط في الصينيه. عملت الشويه دول، لا حطيت في قلبهم عجوه. شوفي يا روجي ينفع. وحبه ساده، كنت عاوزه اعمل حبه بجبنه، قلت والله ما انا عامله، ظهري وجعني. اغطي عليهم كده باي مشمع عندك او كيس. والله ده كيس حلواني اهو، وانا فتحته، كنت جايبه فيه حلويات وانا فتحته. وخبزت واحده اهيت وحطيتها في الصينيه تخمر. ما شاء الله. خلت العيال يساعدوني شويه كده. خلصت ديت ونروح بقى. قلت لابروتاج ولع الفرن، انا بيولعه يكون ايه، احط اول صينيه خمرت في الفرن. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. عملنا القرص وحطينا صينيه في الفرن. نطبق بقى الغسيل، لميته على ما الفرن سخن كده نطبقه بقى. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، من فوق ومن تحت ما شاء الله. الله اكبر. وخمرانه كمان. وكده خلصنا ما شاء الله القرصتين بتاعتي. ندخل بقى نعمل لهم اللي هم عاوزينه. والله ما كانش بيساوي. جابت القرصه وقعدت بقى بالشاي ولا بالنسكافيه. اللي انت بتاكلي ايه؟ شاي. نجيب بيضتين كده بره التلاجة، وطبعا بيض يعني فانيليا. ضربت كده البيضتين مع الفانيليا. ننزل بقى بكوبايه سكر، هحط شويه بشويه. خليت ريتاش تعمل، حطيت لها كده شويه سكر. قلت لها هاتي برطمان كاكاو. هو بقى بجنب كده. يلا اضرب. نحط بقى حبه خل كده اهوت، معلقه صغيره. حطيت خل. هنزل بقى بالزيت، نص كوبايه زيت كده، وانزل بقى بكوبايه لبن بنفس المج اللي انا شغاله فيه. كوبايه لبن كده. كل المكونات بتاعتي بره التلاجة. حتى دقيق كنت سايباها في التلاجة طلعته برضو. نضرب بقى واديله قد كده تقليبه حلوه. هقلب هعمل بالمضرب شويه ونرجع تاني. حطيت معلقه نسكافيه صغيره كده ونضرب تاني. هندخل كوبايه ونص دقيق ونص، قول معلقتين كاكاو. اضربهم ندخلهم الاول ونحطهم في المضرب. وهنا حطيت بقى نص دقيق كده، وحطيت الكاكاو فيه كاكاو خام يعني من غير سكر. معلقتين كده بيكنج باودر حطيتهم ونخلتهم. هحط بقى ذرة ملح ونكمل ضرب بالمضرب. خلاص كده ما شاء الله. تقول اهوت. نعمله بقى في القوالب بتاع الكب كيك. عملت القوالب كده، ما عملتهاش كلها واتبقى شويه حطيتهم هنا. نمسح بقى اللي واقع
ونغسل الحاجة بتاعتنا والصواني اللي احنا عاملين فيها القرص، ويبقى كده خلصنا الحمد لله. دخلنا الكب كيك الفرن متولع. اول ما جيت جاهز في الحاجه درجه حراره 180، نسيبه تلت ساعه 20 دقيقه، وبعد كده نطلعه ونشوف. خلصنا حضنا، غسلنا مواعيننا وكل حاجه. الكب كيك في التلاجة في البوتاجاز في الفرن البوتاجاز. قلت لهم جايه روشي تقول لي اعملي لي، قلت لها اللي هيطلب مني حاجه ابعدي عني، ظهري بصراحه اتكسر. انا من ساعه ما صحيت عملت كذا وكذا، وعاوزه اطلع كمان مره الطياره ابص عليهم ونقفل عليهم ونطمن ان هم قدامهم ميتهم واكلهم، ونتكل على الله نمشي. طلعت الكب كيك، كنت انا عملته بالشوكه، لقيته ما شاء الله استوى. وكده خلاص القالب بتاعه ما استواش. متنسوناش بقى باللايك والاشتراك وكومنت حلو كده. صلوا على الحبيب. البطارية فاص هتفصل، الفلاش طفى، القالب في الفرن. انتوا تحت في تعليقاتكم. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو النهارده طويل، مليان حاجات، مليان غدا، مليان قرص، مليان كب كيك. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. دعوة لاخواتنا في فلسطين، وادعوا دايما على اليهود. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم انزل في قلوبهم الخوف والفزع يا ارحم الراحمين. ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين وينصر الاسلام في كل مكان. ودعوة حلوة منكم لينا وليكم منا بالمثل. والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.